السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. ناس كتير جدا بتشتكي الفترة الأخيرة، عندي الحمام بيهجر البيض، عندي البيض غير مخصب، عندي الحمام بيجيب بيض برشت، عندي الحمام بيهجر البيض. هقول لك معلومات كتير جدا عن بيض الحمام، ممكن تكون أول مرة تسمع المعلومات ديت. الفيديو ده مهم دي جدا يا شباب، بتمنى إن احنا ندعم الفيديو ده بلايك، نوصل الفيديو ده لإخواتنا كلنا نستفيد. وركز معايا في الفيديو شوية عشان فعلا الفيديو ده مهم. طيب، خلينا بس ناخد الموضوع نقطة نقطة عشان كلنا نستوعب وكلنا نفهم مع بعض. أول نقطة يا جماعة الخير، الحمام بيهجر البيض. طيب، إيه الأسباب إن بيخلي الحمام إن هو يهجر البيض؟ الحمام بيهجر البيض للأسباب الآتية. أول سبب، الحمام البيض بتاعه غير مخصب. وطبعا هنا الحمام بيبقى ذكي جدا وعارف إن البيض بتاعه غير مخصب، وبالتالي إن هو بيترك البيض عشان إن هو يكون عش جديد والنتاية تبدأ تجمع حصواية من أول وجديد. وهنا الموضوع ده بيرجع للذكر، سبب للذكر، الذكر وهو بيبقى سبب ترويق البيض. فمهم ان انت تحافظ على الانتاج عندك وتدي الذكوره عندك باستمرار، تدي لها سيلينيوم او تدي لها فيتامينات او تدي لها فلفل اسمر. وكمان علاج الديدان مهم جدا، لان الديدان برضو بتخلي الذكوره تروق البيض، وكمان بتخلي النوتي ان هي تقطع بيض لفترات طويله. الحاجة التانية والنقطة التانية، يعني الحمام برضو ممكن يهجر البيض بسبب ان هو انت ممكن تكون جايب حمام جديد، وانت بتدخل تمسك الحمام كتير والحمام اصلا مش دار عليك ومش متعود على المكان. بالتالي برضو الحمام ممكن يهجر البيض. في ناس كمان كتير بتمسك الحمام تشوف عليه حصوايه ولا لا، وبتخلي الحمام اصلا ان هو ما يحبش المكان عندك. خلي بالك من النقطه دي. سبب برضه هجر الحمام للبيض، الحمام بيهجر البيض لما انت حضرتك يكون عندك فار، يكون عندك برص، يكون عندك عرسه، يكون عندك حشرات في المكان. برضه الحمام بيخاف من الموضوع ده ويبدا ان هو يهجر البيض عندك. واكتر حاجه الحمام بيخاف منها القطط. في ناس بتقول لك انا الحمام بيبات عند سطح الجيران وما بيرجعش، هتلاقي في قطه دخلت عندك المكان. خلي بالك من النقطه دي، لان القطط ديت يعني مش عايز اقول لك عدو الحمام الاول. فما خليش القطط في مكان التربيه عندنا عشان ما نخسرش الانتاج عندنا. طيب، في سبب برضو كمان بيخلي ان الحمام يهجر البيض. ممكن حضرتك بتكون بتربي حمام كتير وما انتش عارف الذكر من النتايه، وعندك اكتر الذكوره اكتر من نوتي، او نوتي اكتر من الذكوره. والذكوره لما يكون كتير عندك في مكان فبتدخل العشوش لان هي عايزه تتزاوج، فبيدخل يخصب على اي نتايه ورقد على الحصى، ممكن يدخل يضرب النتايه. ممكن برضو سبب ان انت حضرتك ما انتش عامل عيون كتير، يعني انت ما انتش عامل عيون كتير، ففي ذكور بتحب ان يكون لها عين واثنين وثلاثه، فبيدخلوا على العشوش اللي هي موجود فيها حصى، وبيتخانقوا مع اصحاب العشوش وبيكسروا البيض عندك. وكمان ممكن الحمام يهجر البيض بسبب الموضوع ده. فخلي بالك، وفر عيون كتير، خلي عدد الذكورة عندك قد عدد النوتي عشان ما تواجهش المشكلة ده. وكمان من الناس، في ناس بتلاقي حمام بيبيض على الارض. الحمام اللي بيبيض على الارض هو حابب ان هو يبيض على الارض؟ لا، الحمام بيبيض على الارض لما ما هوش لاقي مكان. هتقول لي ما انا موفر عيون كتير، هقول لك ان انت موفر عيون كتير ولكن حاططهم في مكان واحد. ما انتش موزع العيون ديت في الارقام، وزع العيون دي في الارقام، لان في سكور زي ما قلت لكم بتبقى قويه وبتسيطر على العيون وبتسيطر على المكان ككل. فحاول ان انت توزع العيون عندك في الارقام عشان ما تواجهش المشكله دي. طيب، السبب الثاني او المرحله الثانيه، البيض عندي بيبقى بروشت. سبب البيض البروشت ده بيبقى ضعف النتايه، بيبقى من النتايه مش من الذكر، ملوش علاقه بالذكر نهائي. ضعف النتايه ده بيجي منين؟ بيجي عن طريق عدم التغذيه السليمه وعدم نقص الكالسيوم، او ان انت مش بتدي كالسيوم بنسب كويسه، او مش بتغذي النتايه ديت بصفه مستمره. فالبيض البروشت هنا اسبابه ضعف الكالسيوم. كمان الديدان ممكن تاثر على الموضوع ده، لان طبعا الحاجتين دولت بالذات هما اللي بيخلوا النتايه تضعف وبتجيب بيض بروشت، نقص الكالسيوم والديدان عند النوتي. فحاول ان انت بصفه دوريه او باستمرار ان انت تبدا ان انت كل اسبوع على الاقل تدي نوع كالسيوم من عندك. هتلاقي فرق في الانتاج، هتلاقي فرق في ان انت عندك بيض كتير، مش هتلاقي بيض عندك القشره ضعيفه. في ناس برضو بتقول لك انا طلعت دخلت العيش ما لقيتش البيض في العيش. في ناس بتقول لي كده. طيب، ما هو الحمام كسر البيضتين في صدره، البيضتين هو رايد عليهم محضن البيضتين انكسروا في صدره، وهو خارج من العش خدهم معاه في صدره وخلاص. انت ما انت بتقول البيضتين اختفوا من عندي، ده فار مثلا او ايه او ايه، وبتفضل تسأل نفسك كتير. هو برضو بسبب ضعف قشرة البيض بتاعت الحمام. طيب، ايه تاني ممكن يواجه مشاكل البيض عندك؟ برضو المشاكل اللي بتواجه البيض باستمرار ان انت ممكن تمسك البيض تكشف عليه
والبيضه تتكسر منك. في ناس كتير جدا او ممكن الحمام يكون بيتخانق مع بعضه والبيض انكسر وفي شرخ بسيط كده. طب ارمي البيضه؟ لا، ما ترميش البيضه. ممكن ان انت تعالج البيضه دي بحاجه بسيطه جدا. يعني هتجيب شويه دقيق كده، تحط عليهم نقطه ميه وتقلبهم كويس وتبدا ان انت تحطهم على الشرخ ده. يبقى انا هنا حليت برضو المشكله بتاعه البيضه المكسوره. في بقى هنا خطأ يدوي المربين كلها بتعمله، وهي اللي بتبقى سبب ان هي بتبوظ البيض عندها. في ناس بتكشف على البيض بعد 5 ايام ما لقيتش البيض فيه تخصيب، طبعا ترج البيضه. رج البيضه دي مشكله. رج البيضه دي بيبوظ التخصيب او بيخلي البيضه تبوظ اصلا. فما تمسكش البيض عندك وترجه. ما تدخلش مكان عندك وتجيب شاكوش وتقعد ترزع كل شويه جنب الحمام، بتخلي الحمام يهجر البيض برضه. فالنقطه دي خلي بالك منها. في ناس برضه بتيجي بعد عمر 20 يوم وتقول لك ان البيض فاضي، الحمام بقاله 19 يوم النهارده او 20 يوم والبيض ما فكش. في حاجه يا جماعه نخلي بالنا منها. احنا بنعد 18 يوم من اليوم الثاني. يعني الحمامه بتضع الحصويه النهارده، في حمام بيقعد 24 ساعه عشان يضع الحصويه الثانيه، في حمام بيقعد 48 ساعه عشان يوضع الحصويه الثانيه. فهنا حمام بيختلف من بعضه. فانا دايما بعد للحمام من ميعاد البيضه الثانيه. يعني حمام بيض البيضه الاولى خلاص انسى، يعني ما عدش بقى. بيض البيضه الثانيه ابدا ان انا اعدله من ساعه ما بيبيض البيضه الثانيه. 18 يوم ده في الصيف. في الشتاء الموضوع بيختلف. الشتاء بيبيض او بيفك حصى بعد 20 يوم او 21 يوم كمان، لان الموضوع ده بيرجع حسب درجه الحراره ودرجه الجو. فنخلي بالنا من النقطه ده عشان الناس اللي لما بيعدى 18 يوم فبتروح ترمي البيض وتقول لك البيض، وساعات البيض يكون فيه. والله هذا لا غير، والله الذي لا غيره اللي انا هحكي لكم ده حصل. طلعت عند واحد صديق ليا مربي ولقيته رامي بيض حمام كتير. فببص في البيض فلقيت بيضة فيها جنين. لقيت بيضة زي ما يكون نقرة. فسبتها مكانها ورحت فبقول له انت رامي البيض ده ليه؟ قال لي البيض ده فاضي وعدى عليه وقت طويل والبيض ده ما فكش. فقلت له تعالى بس كده تعالى. المهم رحت خدت انا وهو ومسكت البيضه. قلت له ايه ده؟ قال لي سبحان الله ده البيضه فيها جنين. قلت له البيضه فيها إيه؟ قلت له انت اصلا يعني ما انتش عارف البيض فيها جنين ولا ما فيهاش جنين. انت حرام عليك اصلا اللي انت عملته ده، لان انت بتموت روح بترميها. لو انت ما عندكش خبره فبلاش ان انت تربي احسن. فبحسن الحظ يعني ان كنا في الصيف وكان الجو الحراره شديده، فالبيض الجنين ما ماتش. لان البيض لما بسيبه اكتر من 6 ساعات الاهالي ما بيحضنوهوش فالبيض ده بيبوظ او الجنين بيموت داخل البيضه. خلي بالنا من الحاجات دي يا شباب. الحاجات ديت مهمه. الحاجات دي بتفرق معاك في الانتاج. الحاجات دي بتزود عندك الانتاج. الحاجات ديت بتخلي المشروع عندك ينجح او يفشل بسبب الحاجات البسيطه ديت. اتمنى يا شباب يكون فيديو النهارده عجبكم ويكونوا وصلت لكم معلومه. اشوفوا الشكر على خير. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.